السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين إيه يا شباب وأخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بألف خير وفي أحسن حال. على بركة الله هنبدأ حلقة النهاردة معاكم عبد الله مصطفى. اربط الحزام، الرحلة ابتدت. هنتكلم النهارده في حاجة ناس كتير بتخاف منها وهي الوحدة. يعني إيه حد يحس إن هو لوحده؟ وهل الوحدة دايما حاجة وحشة ولا ساعات بتكون راحة وسلام؟ الوحدة مش بس إنك تبقى قاعد ومفيش ناس حواليك، الوحدة الحقيقية إنك تبقى قاعد وسط ناس بس مفيش حد فاهمك. فرق كبير جدا بين العزلة اللي بتختارها بإيدك عشان ترتاح وبين الوحدة اللي بتحس بيها غصب عنك. طيب إيه أسباب الوحدة؟ أول حاجة فقدان شخص قريب أو عزيز عليك، ممكن يكون من الموت أو الفراق أو الخيانة. رقم اتنين قلة العلاقات الحقيقية، هتلاقي ناس كتير حواليك بس مفيش حد حقيقي أو بجد. رقم ثلاثة عدم التفاهم مع الناس اللي حواليك، لما بتبقى وسطهم بتحس إنك غريب. رقم أربعة أزمات نفسية أو اكتئاب، أحيانا كتير عقلك بيسحبك بعيد جدا عن الناس. رقم خمسة الخوف من الرفض، ما بتحاولش تقرب من حد خايف لا تنجرح. طيب إيه أثر الوحدة؟ أول حاجة بتعملها ممكن تخلي الواحد يفكر زيادة عن اللزوم ويوصل لمرحلة الاكتئاب. الحاجة التانية بتأثر على الثقة بالنفس وبتخليك دايما حاسس إنك مش مرغوب. الحاجة التالتة ساعات كتير بتخلي الشخص منطوي وبعيد جدا او منعزل عن الدنيا. في المقابل ممكن تخلي الشخص اقوى وبيعتمد جدا على نفسه وبيعرف نفسه كمان اكتر. طب ايه هي طرق العلاج من الوحده؟ رقم واحد فرق بين العزله والوحده. العزله اختيار انما الوحده احساس. رقم اتنين كون علاقات حقيقيه حتى لو كانت قليله. رقم ثلاثة اشتغل على نفسك وطور منها، حاول تستغل الوقت اللي انت فاضي فيه او لوحدك فيه وتعلم مهاره او هوايه. رقم أربعة اطلب الدعم لو محتاج، من صديق، من متخصص، من حد قريب منك، ده مش عيب. رقم خمسة قرب من ربنا، صدقني دي اكتر حاجة بتملى القلب بالونس الحقيقي. عرفنا دلوقتي معنى الوحدة واسبابها ايه وايه اثرها علينا وازاي نحاول نتجنبها او نبعد عنها. خلينا دلوقتي نتكلم في كام موقف حصلوا بالفعل او بنشوفهم قدامنا نتعلم منهم او نفهم منهم الوحدة اكتر. اول موقف، واحد تلاقيه ناجح جدا في شغله بس حاسس ان هو مش محقق حاجة وفي حاجة ناقصاه لان مفيش حد بيشاركه فرحته. الموقف التاني، بنت وسط اصحاب كتير جدا بس حاسه انها لوحدها او حاسه انها مش متشافه. موقف تالت، واحد بيقرر ان هو يبعد عن الناس ده عشان يراجع حساباته ويعيد خططه وبلاناته عشان ينطلق من جديد. ومن هنا نفهم ايه الفرق ما بين العزله والوحده. عامه الوحده هي مش نهايه العالم، ممكن يكون باب بيخبط عليك او جرس انذار محتاج بس منك تغيير في حياتك، وممكن يكون فرصه تعرف بيها نفسك اكتر. ربنا في كتابه الكريم بيقول وهو معكم اينما كنتم، يعني صدقني عمرك ما هتكون لوحدك لو قلبك متعلق بربنا. حول وحدتك من وجع لفرصه تانية تبني بيها نفسك. فك الحزام، الرحله لسه مكمله. خلصنا حلقه النهارده، يا رب تكون الحلقه عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم الفيديو جديد بتاعنا. سلام.